إذا نحن معكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة. وزير خارجية المغرب معالي ناصر بوريطة، ومعه وبمعية سعادة العصر الظهري سفير الدولة لدى المملكة المغربية الشقيقة، وأيضا سعادة والي العيون في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية. في هذه اللحظات نشهد معكم افتتاح قنصلية دولة الإمارات في مدينة العيون في المملكة المغربية الشقيقة. هذه الخطوة الإماراتية مشاهدينا الكرام تأتي بلا شك في إطار تطوير وتعزيز العلاقات مع المملكة المغربية، وأيضا تترجم للعلاقات الإماراتية المغربية التاريخية الراسخة. إذن في هذه اللحظات الدكتور أشرك معي الدكتور عبد الله العوضي الكاتب والمحلل السياسي الإماراتي. دكتور، يعني برأيك يعني أهمية هذه الخطوة الإماراتية، وفي هذه اللحظات نشهد إزاحة الستار رسميا عن قنصلية دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العيون في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية الشقيقة. اليوم هذه الخطوة تؤكد من خلالها دولة الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة المغربية وحقها في بسط سيادتها الكاملة في أقاليمها الجنوبية، وتجسد أيضا موقف الدولة الثابت في الدفاع عن حقوق المملكة المغربية الشقيقة المشروعة وقضاياها العادلة. إذن هذه مباشرة لقطات تأتيكم وتغطية خاصة لمركز أخبار قنوات أبو ظبي في هذه اللحظات. معالي ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي وسعادة العصر الظهري سفير الدولة لدى المغرب، وقص شريط افتتاح قنصلية دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العيون في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية الشقيقة. دكتور، يعني أشرك معي الدكتور عبد الله العوضي. دكتور، أهمية هذا الدعم الإماراتي للمغرب الشقيق؟ هذه خطوة لتعميق العلاقات الاستراتيجية على المدى البعيد، قد نسميها الاستدامة السياسية.